وانا في اسكندريه عدى قدامي الفيديو ده، ودي كانت اول مره اعرف ان مطعم فيروز بيقدم حاجه غير الشاورما. بس الصراحه الاكل كان شكله حلو قوي، فطلعت على محطه الرمل وقلت اجرب المحل ده. هي القعده جوه حلوه الصراحه، تحس انها ليها طابع عربي قديم كده. بس سيبك من كل ده، المهم الاكل. انا كنت عايز اجيب شوايه زي اللي في الفيديو دي، فقالوا لي انها بتنزل من اول كيلو مشاوي او 2 ميكس جريل، فطلبت 2 ميكس جريل عشان انوع حتى في الحاجات اللي هتنزل. كفته عاديه وكفته فراخ وكباب بتلو وصدور شيش، برضه بيجي معاهم رز وبطاطس وسلطات وحاجات كده. اول حاجه ابتديت بيها هي حاجه الصراحه انا ما كنتش متحمس لها، وهي كفته الفراخ. بس الصراحه التتبيله بتاعتها وطعمها والطراوه اللي فيها دي كانوا حلوين قوي. مش عارف هم فارمين فراخ مع ايه نوع الدهون، ولا ايه؟ ممكن تبقى مثلا صدور ووراك ولا ايه، بس هي طعمها حلو قوي. دخلت بعد كده على الكباب البتلو، والمميز اصلا في البتلو ان بتلاقي اللحمه بتاعتها ناعمه كده خالص، بس المميز هنا بقى ان التتبيله بتاعتها نفسها باينه وحلوه. دي طعمها حلو قوي الصراحه. ومن الحاجات الحلوه برضو اللي اخواتنا السوريين مميزين بيها هي صدور الشيش، حقيقي كانوا عاملينها حلوه قوي. وبالنسبه للكفته هي طعمها وتتبيلتها كانوا حلوين، بس هي مختلفه شويه عن كفته الحاتي. وبقيه الحاجات اللي في الوجبه كانت لذيذه الصراحه، حتى البطاطس اللي بيجي مع الوجبه تحس ان هو بطاطس بيتي كده. جربت برضو النجراسكو من هناك، ودي بتكون مكرونه فيتوتشيني عليها وش موتزاريلا من فوق وجواها قطع فراخ. بغض النظر عن الشده، بس الصراحه الوايت صوص طعمه حلو، والفراخ برضو اللي جوه التتبيله بتاعتها لذيذه كده. جربت الحمام برضو من هناك، هو كان محشي فريك. الفريك اللي جوه كان حلو، بس الحمام نفسه كان عادي الصراحه. وبالنسبه للمحشي والممبار هم عجبوني قوي، بالذات الممبار الخلطه كده بتاعت الرز من جوه مع القرمشه اللي من بره كان عاجبني قوي. وعامه المحشي الفلفل برضو بالنسبه للمحلات بتاع بره كان طعمه حلو قوي. حلو بالنسبه لبص اللي المحاشي اصلا ما بتتاكلش بره البيت، بس هو المحشي الفلفل حلو. جربت برضو الملوخيه من هناك، العرق بتاعها كان واضح وكان فيها سنه توم كده، كانت حلوه. حلوه الملوخيه، هتعجبها. والحاجة بقى اللي كنت سايبها لآخر التجربة دي عشان زي ما بيقولوا ختامها مسك، شاورما عربي ميكس دبل. ابتديت في الأول بالشاورما الفراخ، ومن أول تتبيلة الفراخ للتقطيعة بتاعتها وكمان طعمها مع التومية، بصراحة السندوتش ده كان عاجبني قوي. واللي كانت خطيرة بقى فعلا الشاورما اللحمة، في تاتش طحينة كده محطوط من جوه. غير كده أصلا اللحمة نفسها كان طعمها حلو قوي، فعجبتنا كلنا. حاجة برضو من الحاجات اللي أنا كنت مستغربها شوية، بس الويتر هناك رشحها لي بقوة، هي فتة الفاهيتا. الرز نفسه كان طعمه حلو قوي، بينزل كده برضو معاها تومية. أنا اخترتها تومية سبايسي، كان طعمها حلو قوي مع الطبق. هي بس تعليق الوحيد عليه ان المشروم ما كانش فريش، بس غير كده الفراخ والخلطه بتاعتها والتتبيله ومع الطبق كله كان طعمهم حلو قوي. وعامه هسيب لكم على الشاشه الريسيت عشان لو اي حد عايز يعرف اسعار اي حاجه من اللي انا طلبتها. في الاخر بقى وملخصا للفيديو ده، اكتر حاجات عجبتني من هناك هي الشاورما العربي بوجه عام، وعندك برضو كفته الفراخ والكباب البتلو دول كانوا حلوين قوي، وصدور الشيش دي انا في المجمل الصراحه بحبها. النجرسكو برضو كانت لذيذه، واخيرا وليس اخرا فتة الفاهيتا والممبار. ما تنسوش تقولوا لي بقى في الكومنتات لو انتوا اصلا كنتوا تعرفوا قبل كده ان فيروز بيقدم حاجه غير الشاورما ولا لا، وقولوا لي برضو اجرب ايه تاني في اسكندريه. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معاكم اباظه من قناه لايف ويز اباظه. سلام.